هنعمل النهاردة حبة فول نابت كده حلوين. هوريكي من أول ما تشتري الفول لغاية ما تنبتيه وتطبخيه بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. في ناس كتيرة مش بتعرف تنبت الفول وتقول يعني بعمله بيبوظ مني. هوريكي ازاي تعملي الفول النابت بأبسط وأسهل طريقة. أول حاجة عشان تجيبي الفول هاتي فولة لونها فاتح زي ما احنا شايفين. الفول لونه أبيض، لونه فاتح. الفولة تبقى سمينة، ما يكونش فيها أي سوسة. ده مبدئيا كده واحنا بنشتري الفول. ساعات بتلاقي فول عند العلاف، انا جايبه بصراحه الفول اللي هو السايب مش المكيس. بتلاقي فول لونه غامق شويه، ده ما تجيبهوش نهائي. ليه بقى؟ لان لو جبت لون الفول اللي لونه غامق ده مهما عملتي الوصفه صح بتلاقي لون الفول بتاعك مش حلو ولون الشوربه مش حلو. ليه؟ لانها واخده من لون الفول اللي غامق اساسا. فانت وانت بتشتريه مبدئيا كده تجيبي الفوله البيضه، الفوله اللي لونها فاتح، الفوله السمينه، الفوله البلدي، عشان الفول البلدي بيبقى طعمه حلو. الصيني ده مش ظريف بصراحه. فانت تجيبي فوله بلدي زي ما احنا شايفين. الفول اهو بنقيه من اي شوائب فيه، من اي فوله مثلا مسوسه، اي فوله مش حلوه هتنقيه في الاول. بعد كده بتروحي تغسليه غسله حلوه وتنقعيه في الميه. مش بنقعه، انا بغمره، يعني الميه فوق الفول بحوالي 5-7 سنتي كده كتير، واسيبه منقوع ليله كامله. يعني انا نقعته يوم الخميس، فضل منقوع في الميه كده لغايه يوم الجمعه الصبح، ليله كامله منقوع في الميه. طبعا بعد ما يتنقع هتلاقي الفوله نفشت كده وحجمها اتضاعف، وهتلاقي فيه فقاعات كده في الميه، فقاعات زي فقاعات هواء. بتتخلصي من الميه دي. واسيب الفول كده. هسيب الفول كده وبس؟ لا، انا حاطاه على رخامه المطبخ. كل ما ادخل المطبخ اديله تقليبه. ليه؟ لان ساعات يبقى فيه كده حبه رطوبه، حبه ميه تحت لسه، او في اللي تحت طري كده شويه، فتقلبيه بحيث ان كله لو في اي نقطه ميه كله يتشرب منها. كده بس؟ لا، بتيجي 2 أو 3 في اليوم بالكتير. بتحطي له 2 معلقتين من الميه، 2 معلقتين ميه، وتروحي عطيله تقليبه. اهو شايفه كده، باخد في ايدي كده اللي انت شايفاه في ايدي واحطهم كده على، وادي له تقليبه. بعمل الموضوع ده قد ايه؟ 2 3. انما التقليب كل ما بدخل المطبخ اديله تقليبه، كل ما ادخل المطبخ اديله تقليبه. بتلاقيه يعني انا عملته الخميس بالليل لحد الصبح كان زي ما احنا شايفينه كده، نبته زي الفل. بعد كده بجيب حله احط فيها حبه زيت واحط فيها حبه توم حلوين واحمر التوم واحط له ميه. بعد كده بسقط عليه الفول، بحط له مرقه خضروات، بحط له كمون، عصره ليمونه مهم جدا، من الحاجات اللي بتخلي لونه فاتح وحلو قوي عصره الليمون اللي انا حطيتها دي. وهسيبه لغايه ما يستوي معايا. بعد ما بيستوي بحط له رشة الملح أو بحيقه بالملح. شايفة لون الشوربة بتاعته أحلى من شوربة اللحمة ولا لأ؟ شايفة لونها جميل قوي إزاي؟ ده بفضل إن أنا جايبة الفولة فاتحة، وكمان بفضل الليمون اللي أنا عصرته بيديله لون حلو قوي. بعد كده أنا بحب بقى بعد ما بغرفه كده في الطبق أحط عليه حبة شطة، عصرة ليمون، وكلي أحلى شوربة فول نابت. لايك بقى للفيديو وشيريه لو عجبك، وأشوفكم